السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات فضاء رزان. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الكغطان اللي بالبطاطا والكفتة والخضر. تيجي الصراحة هائل، يعني كوجبة للغداء ولا العشاء. تيجي لذيذ بزاف بزاف. هو تيجي على شكل ديال الكومبير، ولكن هذه المرة غادي نديرو على شكل كغطان. يعني تقريبا ثلاثة ديال الطبقات. الطبقة الأولى اللي غتكون هي بالبطاطا، الطبقه الوسطانيه كما غتشوفوا كما تتكون بالكفته ولا بالصوصيط ولا المهم اللي توفر عندكم ولا بالدجاج، والطبقه الثالثه كذلك بالبطاطا والفوق منها الخضار. المهم تيجي واحد الكغطان لذيذ جدا، تيجي لذيذ بزاف بزاف. نتمنى ان الفكره تعجبكم والطبق يعجبكم، ونخليكم مع المقادير والطريقه. اول حاجه هنا غادي ناخذ واحد الكميه ديال البطاطا. انا تقريبا خديت هنا شي كيلو شي حاجه هكا ديال البطاطا، على حسب المول، واش غديروا مول كبير ولا مول صغير، ولا حسب عدد الاشخاص، يعني واش بزاف ولا. المهم على حسب البطاطا. انا خديت تقريبا شي كيلو شي حاجه هكا ديال البطاطا. تنديروها تسلق بطبيعه الحال وتنقشروها، ثم غادي نمعسوها بالفرشيطه كما شفتوا. وغادي نديروا كذلك غادي نضيفوا الملح، وغادي نضيفوا الفرماج محكوك، اي نوع متوفر عندكم. فرماج احمر انا درت هنا حيت يعجبني موتزاريلا، تندير موتزاريلا، ما عنديش مع الفرماج بزاف. المهم موتزاريلا حيت ما فيهش المذاق بزاف، ما فيهش شي نسمه هكا، تنفضل ندير موتزاريلا دائما. واحد معلقه كبيره هكا ديال الزبده، شويه ديال الكوزه محكوكه، وكذلك غادي نضيف شويه ديال الابزار. صافي هادو هما المقادير اللي غادي نضيفوه للبطاطا. صافي وغادي نكملو نزيدو نمعسوها. ضروري خصها تكون نمعسوها مزيان مزيان مزيان. غادي نخلط هذاك الفرماج. يمكن لكم تضيفوا كما قلت لكم اي نوع ديال الفرماج متوفر عندكم، ولا اي نوع ديال الفرماج المفضل عندكم. انا ضفت هنا جبن ديال الموتزاريلا. صافي خلطت هنا مزيان 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 حتى ولات على شكل بوري بحال هكا، بوري ديال البطاطا. صافي وغادي ندوزو دابا باش غادي نوجدو الحشوه. هنا غادي ناخذ كذلك واحد المقيله، وغادي نديرو فيها شويه ديال زيت البلديه ولا زيت المائده، وغادي نديرو فيه واحد الحبه ديال البصله تكون كبيره شي شويه. وكذلك هنا خديت مقيله ودرت حتى هي كذلك فيها شويه ديال زيت البلديه، ودرت فيها الفلفله ملونه مقطعه مربعات صغارين. صافي ودرتهم يتشحروا. الفلفله غادي نخليها على جنب هكا تشحر غير واحد شويه طيح على عافيه مهيله. ومن بعد من هنا ملي تشحرت لينا البصله، غادي نرجعوا دابا للطريقه ديال الكفته والبصله. خديت هنا كما قلت لكم البصله وشحرتها، خليتها حتى هبطات واحد شويه، وضفت عليها واحد 250 غرام ولا 300 غرام، واللي شحال ما توفر عندكم ديال الكفته، اما الكفته واما الصوصيط واما الدجاج. المهم اللي بغيتو نتوما ديروا الحشوه اللي من داخل. غادي نضيف شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون كما شفتوا، وغادي نضيف هنا شويه ديال السكينجبير والملحه كذا بطبيعه الحال حسب الذوق. صافي وغادي نخلط هادشي كما هنا الملحه والابزار والكمون. الكمون غير شويه والتحميره وسكينجبير. صافي وغادي نخلط هادشي نخليه حتى يتشحر مزيان مزيان على عافيه مهيله باش ما تحرقش لينا العطريه وما تحرقنيش كذلك ديك الكفته. المهم حتى تنشف من الماء وتولي هكا محمره باش تعطي ديك المذاق زوين. طبيعه الحال كما قلت لكم يمكن لكم تضيفوا عوض ما تضيفوا في الكفته تضيفوا طريفات ديال صدر ديال الدجاج ولا الصوصيط ولا المهم اي حاجه هكا، اولا الكاشير ولا المهم اللي كان عندكم يعني. ولكن هكا بالكفته الصراحه تيجي رائع، احسن بالكفته تيجي لذيذ بزاف. تجي هاد الكاطان الكفته تعطي واحد المذاق، تجي مع تتواتى مع البطاطا تعطي واحد المذاق زوين. صافي هنا منين وجدنا الحشوه ديالنا والبطاطا، صافي ناخذوا البطاطا. غادي ناخذوا نفس ديال الكميه ديال البطاطا، وغادي نسرحوها في شي مول، اما ديال الزاج واما اي مول، اما مدور واما مربع. المهم الحجم اللي بغيتو، غير هو بطبيعه الحال غديروا البطاطا على حسب المول اللي غتستعملوا. الا كان كبير غديروا تزيدوا في كميه ديال البطاطا، الا كان صغير غتستعملوا غير كيلو شي حاجه هكا ديال البطاطا. كما قلت لكم خديت نصف ديال الكميه وسرحتها في اللاطه. صافي وغادي ناخذ هذيك الكفته اللي حمرت مع البصله، حتى هي غادي نسرحها على كطبقه ثانيه، غادي نسرحها على البطاطا اللي درنا من التحت كما كتكون نقادوها مزيان. صافي ومن بعد عاد غادي نضيفوا الكميه اللي بقات لنا ديال البطاطا.
صافي هنا غادي ناخذوا الكميه ديال البطاطا اللي بقات لينا وغادي نسرحوها كذلك فوق الطبقه كطبقه ثالثه، يعني فوق الطبقه ديال الكفته. غادي نحاولوا نسرحوها غير بشويه بشويه حتى تتسرح لينا مقاده. صافي هنا غادي ناخذوا واحد الكميه ديال الخضر، اما نسلقوها اما الخضر المعلبه. انا خديت هنايا الخضر المعلبه. الا بغيتوا تسلقوها وجدوها نتوما في الدار هكا، قطعوا شويه ديال الخيزو، شويه ديال الجلبانه، شويه ديال الذره الخضراء هكا مقطعه رقيقه. انا خديت هاد الطاسات اللي تيكون فيهم الخضر المعلبه، يعني مخلطه المايس مع خيزو مع اللوبيا الخضراء مع المهم فيه الخضر كلها. صفيتهم ودرتهم الفوق بلا ما نصوطيهم لا والو. ودرت هذاك الفلفله اللي صوتيتها شويه ديال الزيت باش طابت لينا. فلفله محمره فلفله حمراء، فلفله صفراء، يمكن لكم تزيدوا حتى فلفله خضراء. صافي وهنا كذلك زدت شويه ديال الزيتون خضر وزيتون كحل حتى هو مقطع شرائح بحال هكا. المهم الخضر اللي توفرت عندكم يمكن لكم ديروها، تجي لذيذه بزاف بزاف. صافي هنا غادي ندخلها الفران واحد العافيه مهيله واحد 10 دقائق باش يطيب لينا. عاد غادي نديرو الفرماج، ما نديروش الفرماج في الاول باش ما يتحرقش لينا. صافي هنا ملي تحمرات وشدينا ديك شفناه يعني شد راسو هذاك الكغاتان وطاب شي شويه هكا، عاد غادي نخرجوه، عاد غادي نضيفوا عليه الفرماج من الفوق. كما قلت لكم الفرماج اي نوع مفضل عندكم، فرماج الاحمر، جبن احمر، جبن اللي بغيتوا. انا تنستعمل الموتزاريلا بزاف حيت تعجبني، تندير الموتزاريلا. درت هنا جبن موتزاريلا وغادي نردها تقريبا واحد 5 دقائق الفران غير يذوب لينا ديك الفرماج، لان طايب كلشي طايب، غير يذوب لينا ديك الفرماج وغادي نخرجوه. طبيعه الحال على عافيه مهيله، ما تكونش عافيه مجهده باش ما يتحرقش لينا. صافي هنا من بعد ما خرجناه من الفران وداب لينا الفرماج غادي نزينوه هكا كما هكا. انا درتو على شكل خطوط هكا الكيتشوب والمايونيز. يمكن لكم ديروا ما ديروش، لكن ما تعجبكمش الكيتشوب والمايونيز ما ديروهمش. انا غير المهم كتزيين وصافي. درتهم بهذا الشكل هذا، درت على شكل خطوط الكيتشوب والمايونيز. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطان ديالنا. كيف تيجي رائع رائع. نتمنى انكم تجربوه، فعلا غادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف. هاد الكاطان تيجي هائل هائل، يعني تيجي بحال الكومبير كما قلت لكم ديال تركيا، غير هذا على شكل كاطان وتيجي واحد المذاق فيه هائل. يعني نتمنى انكم تجربوا، فعلا غادي يعجبكم بزاف بزاف. تيجي هائل، تيجي لذيذ بزاف مع داك الخضر والكفته والبطاطا، تيتواتوا مع بعضياتهم تيعطيو واحد المذاق هائل. كما تتشوفوا تيجي شاد راسو هكا، يعني تيجي بحال الشكل ديال بحال الشكل ديال طورطيه ولا ما عرفتش. المهم تيجي يعني ما تيجيش هكا سايح ولا شي حاجه، تيجي مقاد هكا كما تقدموا هكا في طبيصلات هكا. وترافقوه الا بغيتوا مع شي حاجه، مع الخضار ولا مع سلطه ولا مع شي حاجه. المهم تيجي غزال صراحه. نتمنى انه ينال اعجابكم، ونخليكم في امان الله، في الملتقى ان شاء الله مع وصفه اخرى.